عقل البني آدم حصنه. العقل هو درعك اللي بيحميك من كل صدمات الحياة ومشاكلها. هو الحصن اللي بيحوطك من تأثير الناس، بيخليك تعرف الصح من الغلط وتميز الكلام الكويس من الوحش، ومحدش يقدر يلعب بمشاعرك بسهولة. انفعالاتك الداخلية، بيمنعك من إنك تتصرف بعصبية أو غضب، وبيخليك تفكر بهدوء قبل ما تتسرع. لما يبقى عقلك قوي بتقدر تواجه الدنيا كلها، بيبقى عندك سلام نفسي ومحدش بيقدر يأذيك غير لو انت سمحت له بكده. وحلمه سيفه، كلمة حلمه هنا معناها حكمته، اتزانه، وقدرته على انه يمسك نفسه. والسيف ده أداة قوية، فحكمتك وقدرتك على التحكم في نفسك هم أقوى سلاح ليك. سلاح للهجوم، بيخليك تاخد قرارات صح وتقنع الناس بكلامك وتحل المشاكل بدماغك من غير ما تحتاج تتعصب أو تتخانق. سلاح للدفاع، بيخليك تصبر لما حد يستفزك وتسامح لما حد يضايقك، وده بيخليك أقوى من اللي قدامك لأنه مش هيقدر يوقعك في أي غلط. بالمختصر، المقولة دي بتفكرنا إن أغلى حاجة يملكها البني آدم هي عقله اللي بيحميه وحكمته اللي بتوجهه. القوة الحقيقية مش إنك تسيطر على الناس، لكن إنك تسيطر على نفسك.